مرحبا، معكم هنا أحمد والطاقة والأبراج وآخر الأخبار. يعني أنا يمكن إلي فترة غايبة، كنت عم اشتغل على برنامج مسابقات اسمه جبر الخواطر. بتمنى أنكم تشجعوني لحتى أكمل بهذا البرنامج. طبعا ومن اسمه باين بأنه يعني بعمل مسابقة لحتى الناس تربح معي. طبعا كان هذا البرنامج بشهر رمضان. بتمنى أني أكمل بدعمكم ولو معنويا، يعني باللايك بالتعليق على هي القناة. هلأ الفيديو هذا رح احكي فيه عن برج الميزان، أهم الطاقات، أهم الأخبار، أهم النصائح والتحذيرات لمواليد برج الميزان بالأيام المتبقية من شهر نيسان 2023. برج الميزان بدي أقول الفترة اللي مضت تعبان كان برج الميزان. أبدا ما نو مرتاح، حاسس حاله بأنه هو وحيد، حاسس حاله بأنه هو غريب، حاسس بأنه كل اللي حواليه ما بيحبوه، يعني أو ما المحبة ما هي خالصة لإله، وإنما هي عبارة عن مصالح. حتى الدائرة الضيقة اللي هي حواليه، يمكن الأولاد أو حتى بدنا نقول الإخوات الأهل، حاسس بأنه الكل عم يتقرب لإله بمجرد أنه هن مصالحهم مرتبطة فيه. خاصة أنه معروف برج الميزان بأنه هو حدا طيب كتير، حدا معطاء، حدا خير، حدا بيحب أنه يساعد الناس كتير. فهي الطيبة الزايدة بتخلي الناس تلتفت لبرج الميزان على أنه هو حدا ممكن نتقرب منه، ممكن أنه نجامله، نحكي كلام حلو، فهو بصير بيعطينا. فهذا العطاء اللي بغير محله بدي أقوله للميزان، هي النصيحة أنه خفف شوي من العطاء، خفف شوي من حب الآخرين. يعني أنت عندك حب الآخرين وحب مساعدة الآخر، هي كتير طاغية على كل حياتك، على كل تصرفاتك، على نفسيتك، على أفكارك. فحاول تخفف شوي من هي الطيبة، من هي المشاعر كتير الجياشة تجاه الآخر والعطاء اللامحدود تجاه الآخر. هي نقطة. هلأ بدي أقول عاطفيا برج الميزان كمان تعبان، لأنه هو حاسس بأنه الشريك أو الحبيب أو بعالم مختلف عن عالمه، يعني هو بعيد. وبرج الميزان كمان من صفاته انه هو حدا حساس، حدا رومانسي، بيحب الحب، بيحب المشاعر العاطفية كتير. ما بيقدر اصلا، مو بس بيحبها، ما بيقدر يعيش بدونها. يعني لما بيحس حاله بانه هو ما في حواليه حب، ما عنده حدا يحبه، فهو حدا ممكن يسبب له الإحباط أو هيك السوداوية، بينعزل، بيبكي إلى آخره. فبدي له لبرج الميزان اطلع من هذا الجو، حتى لو كان الشريك بعيد عنك، حتى لو كان الحبيب ما عم يفكر فيك أو أناني، لأنه معظم اللي أنت بتعرفون واللي حبوك أو اللي أنت حبيتهم هن أنانيين. فلذلك بدي أقول لك هدي شوي، لا كتير تنفعل. وهي بس هي هاي الفترة، يعني ممكن بفترات أخرى تلاقي هذا الحب، يعني اللي أنت عم تفتش عنه، اللي أنت بحاجة له. أنت حدا روحاني، وهي كمان من صفات برج الميزان. أنت حدا روحاني، بإمكانك تعيش هي الوحدانية بطاقة إيجابية أكثر، يعني لحتى تكون أنت أكثر هيك راحة وطمأنينة. توجه لله عز وجل، احكي معه. انت دائما بتحاول تكون قريب من الله، وانت قريب من الله والرب يحبك. فلذلك بدي اقول لك استغل هي الطاقة الإيجابية، الروحانيات اللي عندك، بانك انت توصل لحالة السلام الروحي والطمأنينة الروحية. الحب الماضي اللي انت عم تفكر فيه ما رح يرجع، يعني من الآخر حب الماضي ما رح يرجع. وانت للأسف انك عايش بحب الماضي، يعني انه انت مانك قدران تطلع من هي الحالة. فلذلك اترك الماضي بحاله، فرصة الحب القادم جاي. فأنت لا تسكر الأبواب. مشكلتك أنك لأنك عايش بالماضي فعم تسكر كل الأبواب القادمة اللي عم تجي من جهات أخرى. الحب قادم، النجاح موجود، الخير موجود. انت حدا تستحق كل المحبة، بتستحق كل الخير، بتستحق العطاء. بدي كمان هلأ لك صحيا
صحيا برج الميزان، انت كمان حاليا يعني إلك فترة عم تجيك هيك أوجاع معينة، ممكن صداع مزمن صار عندك، ممكن أوجاع بالمعدة، أوجاع بالمفاصل. بدي أقول لك لا تهمل حالك، وأنت من الأبراج اللي هي ما كتير بتفكر بحالها إلا إذا وقعت. لا تنتظر لحتى توقع، يعني لا تنتظر لحتى أنت توصل لدرجة إنك مانك قدران تتحمل الوجع. روح شوف وضعك الصحي، روح على الطبيب، راجع الطبيب، اعمل فحوصاتك، اعمل أشعة، اعمل التحاليل المطلوبة منك. لا كتير تهمل صحتك. الصحة أهم شيء بالحياة. يعني إذا أنت تعبت ولو قعدت، صدقني ما حدا رح يسأل عنك. يعني أنت الناس اللي سألت عنهم ودورت عليهم، إذا أنت وقعت ما رح تلاقي حدا حواليك، يعني بالمعنى اللي أنت بالمقدار اللي أنت عملته أو قدمته. فدير بالك على صحتك. من ناحية العمل برج الميزان، ليش انت يأسان؟ يعني ليه زعلان؟ ليه محبط؟ ليه حاسس بانه انت خلص وقفت الدنيا ومانك بقى ما عاد رح تجيك فرص عمل، ولا عاد رح تعمل شيء جيد لحياتك، او انه ما عاد في عندك مستقبل بالعمل، انه خلص انا ما عاد قدران، ما عاد عندي شيء، ما عاد فيني اعمل شيء. لا، برج الميزان لسه عندك طاقة ايجابية كتير كبيرة، عندك طاقة للعمل، عندك حيوية، عندك هذا الحماس. بس انت بدك تروق شوي، لا تخلط الامور مع بعضها البعض. يعني لا تخلي الجانب العاطفي اللي انت متأثر فيه يأثر على الجانب العملي. يعني خليك متفائل، لانه اصلا ممكن تجيك الفرصة العاطفية من الجانب العملي، يعني من خلال شغلك، من خلال الأصدقاء العمل. ممكن على الأقل أنه أنت تحس بهي الراحة النفسية لما تحقق النجاحات بالعمل، وانت بالعمل حدا كتير ناجح، حدا كتير اذا يعني هو لا يقبل الفشل. برج الميزان لا يقبل الفشل، لا يقبل بانه انه والله انا خلص مثلا هذا الشغل مثلا ما زبط فبيوقف. لا، برج الميزان ما بيعرف يوقف. برج الميزان عنده تحدي مع النجاح، ودائما بيحقق النجاح ولو بنسبة معينة يعني، وإنما هو بينجح، ما عنده مجال للفشل. برج الميزان خليك على حماسك، رح تجيك الفرص، رح تحقق مناصب عالية ومكاسب كتير كبيرة. الأموال كمان كتير منيحة. في ناس كتير متعاطفة معك، متعاطفة مع الحالة. انت استفيد من هذا الوقت، استفيد من هي الحالات اللي عم تكون حواليك. لا تضيع الفرص. الباب المفتوح، ادخل، يعني ادخل بحماس، ادخل بقوة عليه لحتى انت تحصل المكاسب. يعني لا تحس بفترة من الفترات اني انا خلص ما عاد، فانا اي باب بينفتح قدامي فانا انه خلص ما عاد رح تزبط اموري. لا، الباب اللي بتلاقيه ولو مواربة معك، افتحه وانطلق. فأنت رح تحقق النجاحات بالعمل، رح تحقق مكاسب مادية. بالنسبة للسفر، عندك أسفار قصيرة. هلأ أنا بعرف بأنه مواليد برج الميزان معظمهم بيحبوا الانطلاق، بيحبوا الحرية، بيحبوا السفر. بس يمكن يتأخر السفر للبعض. البعض ممكن يكون في عندهم فرص سفر هلأ أكتر، بس الأغلبية إنه لا، الأسفار اللي هن بدهم يعملوا أسفار قصيرة. فالأسفار القصيرة هي حاول إنك تغتنم الفرص بإنك أنت تعمل شيء لنفسك، يعني لراحة نفسك، لسعادة روحك. برج الميزان الحظوظ قادمة. يعني لا تقول والله هلأ أنا تعبان وهلأ لي فترة تعبان وما عم تزبط أموري. لا، الأمور القادمة بإذن الله رح تكون أفضل. رح يكون في مشاريع عندك، رح يكون في نجاحات، رح يكون في حب. هذا اللي انت اكتر شيء عم تبحث عنه، الحب. فرح يكون في عندك حب، بس انت تفائل. طبعا لا تعطي الثقة الكاملة للطرف الآخر مشان ما ترجع توقع بنفس الفخ اللي وقعت فيه بالمرات القادمة بالماضي. حاول انك انت توازن بين العقل والعاطفة، وانت معروف عنك اسمك ميزان، يعني انت قادر انك تعمل هي الموازنة. لا تخلي العاطفة تتغلب عليك وتقوم ترجع تسلم وتعطي الثقة الكاملة للآخر، وبالأخير ترجع تقول هيك صار فيني وهيك صار فيني. لا. برج الميزان حظوظك القادمة جيدة بإذن الله. اصبر شوي، خليك على نفس هيك روحانياتك العالية، إيمانك بالرب الكبير، بصبرك، بإيمانك بإنك أنت عم تشتغل وتسعى لحتى تحقق النجاح. النجاح رح يوصل. انتبه لصحتك مثل ما قلت. الحياة لساتها فاتحة بوابة قدامك. لا تيأس، لا تخاف.
كل شيء رح يكون مثل ما أنت عم تحلم وتتوقع، ولكن فقط بدها شوية جرأة وصبر منك، وابتسم. ابتسم برج الميزان، وتفائل بالقادم الأفضل بإذن الله على جميع الأصعدة المادية والعملية والعاطفية والصحية. بتمنى لك وبتمنى لكل مواليد برج الميزان، طبعا قد لا تنطبق هي التوقعات أو التحذيرات والنصائح على الجميع، وإنما على الغالبية. أنا متأكدة الغالبية اللي رح يسمعوا الفيديو رح يقولوا مزبوط أنا هيك، مزبوط أنا عم حس بهذا الإحساس، مزبوط أنا عايش بالماضي، مزبوط أنا حاسس بإني أنا وحيد وما في حدا حوالي، مزبوط إني أنا بعمل خير كتير وما عم لاقي الخير من حدا من حوالي، ما عم لاقي حدا يدعمني مثل ما أنا عم حاول إني أدعم الآخر. برج الميزان بتمنى لكم مثل ما قلت جميعا الخير والمحبة والتفاؤل والأمل. بدي أقول كل عام وأنتم بخير بعيد الفطر السعيد، وبعتذر على الغياب عن شان الأبراج، لأني كنت مثل ما قلت كنت مشغولة بفترة شهر رمضان ببرنامجي جبر الخواطر. لا تنسوني باللايك، أنا بحبكم كتير، ادعموني لأني بحب أعمل خير كتير. بنزل فيديوهاتي تبع جبر الخواطر على القناة هاي، فبتمنى أنكم تدعموني، تعملوا لي مشاركة، تكتبوا تعليقات، تحطوا لي لايك. بكبر أنا فيكم وبدعمكم مشان ضل متفائلة بإني أنا عم بعمل شيء كتير حلو، عم بعمل شيء يعني في خير بدي أقول، وبيرسم بسمة وفرحة بقلوب الناس التانية. كل الشكر لكم ولمتابعتكم. إلى اللقاء بفيديو جديد، ومع تحياتي لمواليد برج الميزان.